معايا ايه؟ معايا نص كيلو دقيق، معايا نص كوبايه زيت نباتي، ومعايا معلقه صغيره ممسوحه من بتاعه الشاي، معلقه الشاي الصغيره، معلقه شاي صغيره ممسوحه، سكر وملح وخميره على النص كيلو دقيق. ميرسي يا حبايب قلبي. هنعمل ايه؟ هنحط الخميره والسكر مع بعض عشان يتفاعلوا، والدقيق والسكر والخميره مع بعض. الملح هيتحط على الدقيق. تمام. هنسيب بقى ايه؟ الخميره والميه مع بعض كده ياخدوا ويدوا بشكل ودي. نكون احنا عملنا ايه؟ نكون احنا حطينا هنا الدقيق هو والملح. طبعا نعجن على ايدينا عادي، نعجن في العجان عادي، مش هتفرق ابدا. التكنيك كله بقى هيجي فين؟ ان احنا هنحط الزيت على مرحلتين. نص كوباية الزيت دي هناخد ربعها نحطه مع المية والدقيق ونعجن، والنص التاني بعد ما تتعجن العجينة خالص هنبدأ ننزل لها كوباية ربع كوباية الزيت دي حبة حبة. ايه الفايدة بقى ان انا انزل اصلا الزيت ده حبة حبة؟ ان هو يتغلف بالزيت من بره، يبقى بيلمع ومشدود ويديله طبقة كرانشي اكتر لما يخش الفرن اخر مرحلة. تاني حاجة ان درجة الحرارة بتاعة الفرن هتبقى قليلة، هنسويه على 160 عشان يخرفش على مهله، ما يحمرش بسرعة من بره، ومن جوه يبقى لسه طري. تمام. انا كده حطيت الدقيق والملح، وهنبدأ نعجن بالمية واحدة واحدة. هي الخميرة ما شاء الله انا لسه حطها بدأت تتفاعل خلاص. العجين بتاعي ناعم جدا، بس مش بيلزق في الايد، طري جدا جدا، تمطشيه بيتمط معاكي. طبعا دي اهم حاجة عشان لما نيجي نفرده. هنعمل ايه؟ بصوا احنا كنت عايزة اقول لكم كان ممكن نحط معلقة صلصة عشان يبقى لونه احمر شويه. تسلمي لي يا ذكر. ولكن انا ما بفضلش احط له لون احمر، انا عايزاه على لونه. وممكن نحط لون اصفر بالكركم، معلقه صغيره كركم او معلقه صغيره معجون طماطم كده او كده عشان يدي لون، بس انا ما بفضلش نعمل كده، انا عايزاه على لونه. ادي قصه. القصه الثانيه ان احنا ممكن نعمله نحط جواه كمون. في ناس بتحط مع الملح شويه كمون باودر، ومن على الوش بنحط سمسم وحبه البركه وكمون. فانا مش عايزه الكمون يبقى قوي كده، هحط بس على الوش حبوب الكمون مع حبه البركه والسمسم. تمام. طيب انا دلوقتي محتاجاها تخمر؟ لا انا مش عايزاها تخمر. انا كل اللي هعمله هحاول افردها شويه واغطيها بكيس نضيف، كيس تلاجة او ستريتش راب او اي حاجه، وهسيبها ترتاح بس عشان لما اجي افردها تتفرد. فانا مش هخمرها، انا هسيبها ترتاح. تمام. اهي على قد ما اقدر فردتها اهي. سيبها ترتاح، حاجه بسيطه يعني، بتاعتنا ما خمرتش ولا حاجه، هي بس ارتاحت شويه. خلاص هعمل قبل ما نشتغل دي هوريكم. انا بس هقطعها قطع بالطول كده عشان نشتغل منها على طول. هحاول ما اشدش فيها زياده عن اللازم، ما ابرمهاش زياده عن اللازم، هي ارتاحت وخدت وقتها. فكده اهو. واحاول يعني اقطعها بسمك رفيع. خلاص هقطع بس شويه عشان لما اسيبها هي هتيجي على بعضها تاني. فانا قطعت كده شويه منها اهو، وهناخد منها ونفرد. وطبعا برضو هرجع اغطيها بالكيس اللي كانت عليه عشان وشها ما ينشفش واحنا شغالين. هجيب بس الاول هجيب السمسم وحبة البركة، لخبطهم مع بعض، ومعلقتين مية كده عشان نحط فيهم الباتون ساليه قبل ما نحطه في الصاج، والخبطهم كده عشان معلقتين المية دول. عليكم السلام، اهلا وسهلا. معلقتين المية دول اللي هيخلوا السمسم يمسك على الباتون ساليه زي الصمغ، ولما يطلع من الفرن مش هيفك من عليه، مش هيفك ابدا يعني، هيفضل ماسك. تمام. دول كده عشان التغليف. سمي الله بقى ونبدأ نعمل اول واحدة.
احط رشه دقيق صغيره جدا جنبي بعفر بيها بس كده علشان الباتون ساليه يجري زي ما انتوا شايفين كده وانا بلفه. السمك بقى زي ما انا عايزه، الطول زي ما انا عايزه. انتي كمان وحشتيني يا جميله. بصوا انا بالنسبه لي دي حلوه، سمك وطول اهي. جنبي بقى ده، واقدر بقى احط كده اهو. اسيب منهم مسافه كبيره، لا مش كبيره قوي لان هو مش هيخمر الخمر اللي بالك فيه. الباتون ساليه خمرته مش كتير فهو مش هيخمر قوي. وادي النتيجة زي ما انتوا شايفين، مش محتاجة كلام، مقرمش وكرانشي تحفة جدا ولونه مثالي. بألف هنا وشفا.